السلام عليكم. النهارده فيديو حلو جدا في حاجة هنحل أهم 25 كلمة أنا مقسمهم لك. هم بالظبط بتاع 100 كلمة أو 100 قصدي سؤال. أنا مقسم لك أجزاء. برضو لو لقيت حاجة تانية مهمة بإذن الرحمن هتلاقيني على طول أسجلها وأنزلها لك عشان تراجعها ويحفظكم ويبارك فيكم يا رب. يلا خلينا نبدأ بسم الله. رندا must be a of herself بنفسها. She has made a very silly mistake. طيب silly mistake يعني هي عملت مشاكل. mistake يعني مشكلة، أنا عارف. مشاكل سخيفة أو مشاكل وحشة، مشاكل ما ينفعش تعملها. فهمت قصدي أنا بتكلم في إيه؟ فبالتالي يعني هي عملت مشكلة أهي، مشكلة. طيب بالتالي هي بتكون إيه؟ رندا must be ايه؟ هقول proud of herself يعني فخورة بنفسها مثلا. استحالة، صح ولا غلطان؟ full ممتلئ بشيء، استحالة. ashamed يعني ايه ashamed؟ يعني مكسوف، يعني خجول. فهمت قصدي انا بتكلم فيه؟ عارف مثلا حد عمل حاجه غلط فتلاقيه قاعد على جنب كده مكسوف من نفسه، خجول، هي دي محرج. كل ده يمشي صح. خليك مرن في اللغه، خليك مرن في اللغه، بس في نفس الوقت مش اجيب كلمه غلط اترجمها، انا ما قلتش كده. طيب you should space your foot in ice cold water to reduce عشان تقلل. reduce يعني يقلل. the swelling يعني ايه؟ يعني التورم. طيب حد اتخبط بيلعب مثلا كوره او اي شيء فاتخبط برجليه في رجليه فرجليه ورمت، فبيقول له انت حط رجليك من الاخر في التلج. طيب انا عايز اقول بص اقول لك ايه؟ حط رجليك في التلج. immerse يعني ايه immerse؟ يعني يغمر. يعني ايه يا مستر يغمر دي لو سمحتي مش فاهمها؟ يعني يضع، بس يضع اللي هو يعني يحط رجليه جوه مثلا جردل، جوه مش عارف طبق عشان تبقى رجليه جوه تلج. وصلت كده؟ هي معنى كلمة immerse. خلاص. طيب I'm going to pick my aunt عمتي أو خالتي from the airport من المطار. يبقى أنا هجيب عمته من المطار، هجيبها من المطار، يبقى pick up. يبقى pick up يعني إيه؟ I am going to pick up my aunt from من المطار. هجيبها من المطار مش هوديها المطار. فهمت قصدي؟ يعني from the airport. طيب اللي بعديها بسم الله. my father always works hard. بابايا على طول بيجتهد وبيعمل باجتهاد. ربنا يحفظ الناس كلها بصراحة. to ايه؟ his living يعني المعيشة اللي هي حياته يعني دلوقتي. خلاص كده تمام. يبقى my father always works hard to ايه؟ to beat عايز يتغلب على المعيشة دي، بيواجه الصعاب في المعيشة دي. خليك ذكي. win يفوز، gain يفوز، earn يفوز. ايوه التلاتة earn يعني يربح. انا عارف ان التلاتة ليهم اختلافات بس التلاتة قريبين لنفس المعنى. خليك ذكي. انا عارف ان التلاتة مختلفين شوية بس التلاتة معناهم يربح شيء، يكسب شيء، يفوز بشيء. يبقى التلاتة قريبين لنفس المعنى. خلاص كده حبيب قلبي. اللي بعديها بسم الله. ثواني عشان يكونوا واضحين ليك. يلا بسم الله. I think على ما اعتقد software from the web من الموقع isn't easy مش سهل جدا because we have a poor internet. الشبكة عندنا ضعيفة جدا. poor internet connection يبقى في شبكة ضعيفة in our office في المكتب بتاعنا. بالتالي الشبكة ضعيفة بتأثر على الايه؟ بتأثر على الانستولينج. يعني ايه installing؟ تحميل الشيء. doing يفعل، doing software غلط. installing software لا. uploading يعني انت بترفع الفيديوهات على النت، يعني مثلا عندك صفحة فبترفع الفيديوهات عليها فكده ده uploading. انا بقول لك بعمل installing software اهو اللي بيقول لي from the web، عامله زي بتاعت from the airport اهي اللي كانت from the airport من المطار. from the web يعني من الويب. خلاص كده من الموقع الالكتروني. خلاص كده حبايب قلبي. اللي بعديها بسم الله. don't worry ما تقلقش. the book you need الكتاب اللي انت محتاجه is ايه؟ in the school library. الكتاب اللي انت محتاجه متاح available معناها متاح. ليه اخترت available؟ لان بيقول لي don't worry لا تقلق. طيب مش هقلق معنى ذلك ان الكتاب ايه؟ موجود. صح ولا لا؟ بس كده. sold باع. فطب ازاي هقول لي لا تقلق؟ unavailable استحاله. unavailable يعني غير متاح. lent يعني يسلف شيء، يعني معنى ذلك ان الكتاب مش موجود. فهمت قصدي انا بتكلم في ايه؟ بس
طيب what would you do؟ ايه اللي انت تعمله if you landed on، لو انت هبطت على ايه القمر؟ دايما نقولها من واحنا صغيرين، يقول لك يهبط على سطح القمر. سطح القمر اللي هي السيرفس. سيرفس يعني ايه؟ سطح. وطبعا مون يعني القمر، يبقى سطح القمر. اللي بعديها بسم الله don't be pessimistic. pessimistic يعني ايه pessimistic؟ يعني شخص غير متفائل، شخص على طول كئيب، بيحس لا يا عم ده هيحصل خراب، ده هيحصل دمار، ده هيحصل مش عارف ايه، ده انا هفشل، ده انا مش هنجح. هو ده الشخص ده. try to dismiss، حاول تتغلب على الايه thoughts اللي هي افكار او معتقدات. فهمت قصدي انا بتكلم في ايه؟ from your mind اللي في دماغك. حاول تتغلب على الافكار والمعتقدات اللي في دماغك دي. يبقى try to dismiss، حاول تتجاهل وتتلاشى. تتلاشى الايه؟ gloomy thoughts. يعني ايه gloomy thoughts؟ الافكار الكئيبه. الافكار اهي كئيبه، الافكار السيئه، الافكار الوحشه. خلاص كده. still the crime is mysterious، ما زال الجريمة the crime الجريمة فيها لغز كبير جدا. the police البوليس found no، للأسف ما لقاش ايه against the suspect المشتبه به. المشتبه للأسف هو ايه؟ no against the suspect، يبقى ما لقاش اي evidence يعني دليل. للأسف ما لقاش اي دليل ضد المشتبه فيه. اللي بعديها بسم الله is a result، ده نتيجة of excessive and prolonged emotional physical and mental stress. يعني ايه يا مستر الكلام دوت لحسن احنا مش فاهمينه؟ حاضر. excessive يعني شيء زيادة، شيء مفرط. and prolonged emotional يعني مشاعر ممتدة. physical هقول لك زي ايه؟ بيقول لك ايه نتيجة الزيادة المفرطة. زيادة مفرطة يعني شيء ضار. فهمت قصدي انا بتكلم فيه؟ وأثر على المشاعر. وفيزيكال يعني بدني. and mental stress وضغط عقلي وضغط عصبي. كل ده بسبب ايه يا مستر؟ خليك ذكي. مين الذكي اللي يقول لي الاجابه هنا تبقى ايه يا مستر؟ اديني هصبر شويه لحد ما اشوف حد يقول لي. حد قال لي بيرن اوت، صح. خلاص كده تمام. بس بيرن اوت نتيجه لضغط شغل كتير، ستريس كتير، احباط كتير، دمار كتير، فانت بتنهار. خلاص كده من كل ده يديني معنى الجمله دي كلها. طيب having a is highly destructive، that's why عشان كده we all stand up to that danger، يعني بنواجه الخطر ده، بنقف قدام الخطر ده، بنبقى حائط صد للخطر ده. ايه هو الخطر ده؟ الدراجز، اكيد طبعا المخدرات. خلاص كده تمام. طيب because of the devastating fire shop owners were ايه يا مستر؟ بسبب اهو because of the devastating fire، بسبب الايه؟ دمار. اهو دمار، devastating يعني دمار، fire يعني الحريق، يبقى الحريق ده ادى لدمار. خلاص كده. shop owners ملاك المحل where ايه they received استلموا a fair amount يعني فلوس عادلة of money من الماني. ده اسمه ايه؟ اسمه compensated. يعني ايه مستر compensated؟ يعني تعويض. يعني ايه compensated؟ يعني تعويض. خدوا تعويض اهو، لان حتى بيقول لك they received استلموا فلوس fair amount فلوس عادلة. خلاص كده تمام. ندخل على اللي بعديها السؤال ال 13. ثواني اهو كده واضح لحضراتكم. بسم الله يلا يا سيدي. صابر was able to achieve great success. صابر was able to كان عنده القدرة ان هو يحقق نجاح كبير جدا despite على الرغم من the head faced اللي هو he had faced، على الرغم من المشاكل اللي واجهها. faced هنا مش معناها وجه، faced هنا معناها ايه؟ يواجه. فهمت كده قصدي انا بتكلم في المواجهة اللي قابلها. obstacles يعني ايه؟ عراقيل. خلاص كده تمام. مواجهات. اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشاكل. كل ده يمشي صح. طيب my sister could make أختي تقدر تعمل إيه؟ big cake in the shape of a tower في شكل tower يعني برج. it's extremely surprising دي حاجة مدهشة جدا. الإجابة تبقى إيه؟
السؤال ده خرافة، وهقول لحضرتك ليه. صلى على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. big cake big adjective cake noun. خلاص كده تمام. اللي تحطه قبل الادجكتيف هنا عشان يوصف الصفة adverb. يعني دي غلط ودي غلط. طيب الإجابة تبقى إيه؟ طبعا spectacularly. طيب ليه يا مستر spectacularly؟ يعني إيه أصلا يا مستر الكلمة دي؟ يعني إيه بقى الكلمة دي spectacularly؟ يعني إيه؟ يعني رائع، يعني مدهش، يعني مذهل، كل ده ينفع صح. هنا spectacular دي adverb، عشان كده انا لازم احط الادفيرب. امال اللي بقول لك السؤال ده حلو قوي، ركز فيه، ركز في التفصيله اللي انا قلتها دي، قسمتها لك بالملي يعني. طيب A or An is a scientist who studies بيدرس the stars النجوم والبلانيتس والكواكب. مين الشخص اللي بيدرس النجوم والكواكب؟ بيدرس مش بيسافر، يبقى ايه؟ astronomer. خلاص كده تمام. طيب astronomer هما تقريبا كتبوها مرتين فغلطوا فيها. طيب اللي بعديها ساميا's face hadn't altered much over the years. الوجه بتاع سامية ما اتغيرش كتير. altered يعني يتغير. فهمت انا اتكلم في ايه؟ يتغير، يتحول، change، تمشي بالمعنى ده. alter here is similar in meaning to، نفس معنى كلمة ايه اللي لسه قايلها لك اهو، change يعني ايه؟ يتغير، يتحول، اللي هو يعني مثلا بعد سنين كتير المفروض مثلا يظهر عليها الايه؟ الكبر. خلاص كده تمام. ثواني اهو كده واضحة لحضراتكم. if you start studying hard، لو انت بدأت تذاكر باجتهاد وبتعب كبير جدا جدا جدا، don't feel afraid of exams، ما تخافش من الامتحانات. you can stop being too ايه؟ وقف ايه؟ وقف احساس وشعور ان انت تكون ايه؟ depressed. يعني ايه depressed؟ مضغوط من شيء. يعني ايه depressed؟ يعني مضغوط من شيء اهو، مضغوط من شيء. خلاص كده تمام. بس اهي بس كده واضحه، مضغوط من شيء. خلاص كده تمام. عندك لا انا مضغوط، انا متضايق، انا خلاص متوتر من الامتحانات، كل ده يمشي بمعنى كلمه depressed. اللي بعديها بسم الله having been informed of my polite behavior at school. ده أنا أخبرت بسلوكياتي إن أنا مؤدب في المدرسة. my father said، والدي قال لي he was proud of me، فخور جدا بيا. and smiled، وابتسم إيه؟ at me. بص يا صاحبي، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، لسه قايلها smile دي verb، أنا هنا عايز adverb يوصف دي. تاني smiled verb. وابتسم ايه؟ ابتسم بفرحة، ابتسم بسعادة، صح ولا لا؟ ابتسم بانبساط. الراجل كان فرحان جدا وكان بيصلي بحنان، بحب، اللهم صل على وسلم، بمحبة. كل ده معناها ايه؟ اني واحدة من دول، وتكون add verb كمان affectionately معناها ايه يا مستر؟ يعني ايه كلمة affectionately؟ يعني بعطف، بحب، بحنان، بطيبة، كل ده صح. خلاص كده تمام. طيب سامي is always careless، على طول مهمل، شخص مهمل. and does his work badly، وبيعمل الواجب بتاعه بطريقة سيئة جدا. so the company، الشركة is going to him، الشركة هتعمل ايه؟ شخص سيء بيعمل مش باجتهاده وبتاع، فبالتالي الشركة هتعمل له ايه؟ هتمشيه. dismiss يعني ايه؟ يعني يمشي حد، يرفد. خلاص كده تمام. اهو اقول لك ده اترفد. خلاص كده تمام. طيب اللي بعديها يبقى خلاص كده dismiss معناها يرفد حد او يمشوا حد او يفصل، كل ده يمشي بنفس المعنى. we are so proud of our achievement، احنا فخورين جدا بالانجاز اللي احنا حققناه. the project يعني المشروع was a great ايه؟ بص بقى great دي adjective، انا هنا عايز بعديها ايه؟ عايز بعديها noun. احفظ كده adjective بعديها noun. انهي واحده من دول noun؟ success يعني ايه؟ النجاح، ده النون. خلاص كده تمام. طيب وليد is a great، وليد بيكون شخص great يعني رائع. of نجيب محفوظ novels، يعني الروايات بتاعت نجيب محفوظ. he read، هو قرأ، خلاص ده في الماضي. almost all his works، أعماله كلها.
هو يبقى وليد بيكون ايه؟ خلي بالك رايتر يعني كاتب، ده نجيب محفوظ هو اللي كاتب فدي غلط. وليد مش وركر مش عامل، ده شخص بيحب نجيب محفوظ وبيحب قراءاته. يبقى لي بابلشر وادمايرر. بابلشر يعني شخص بينشر شيء، الناشر بينشر الكتاب زي نجيب محفوظ هو اللي بينشر الكتب بتاعته، لا يبقى ادمايرر. ادمايرر يعني معجب بيه، محب للشيء. طيب اللي بعديها ثواني كده عشان تكون واضحة كلها ليكم. The person who won the prize الشخص اللي فاز بالجايزة دي is a he looked up فضل يبص على الانسرز الإجابات أونلاين. يبقى ده شخص إيه؟ غشاش. طيب يعني ايه بقى غشاش من دول؟ ما انا بقول لك اهو فضل يبص على الاجابات اونلاين، يبقى شخص ايه؟ تشيت. يعني ايه تشيت؟ غشاش. خلاص كده تمام. بس تشات يعني يراسل حد، يتكلم مع حد، بياز يعني انحياز في شيء، سبين يدور حوله. اللي بعديها my uncle works عمي بيعمل at a supermarket on Sundays and Wednesdays بيشتغل من الساندي للوينزداي to increase عشان يزود من الانكم. income يعني دخل، فلوس. شخص بيعمل زيادة وبيجتهد أكتر من الحد للأربع عشان يزود من الفلوس بتاعته. الإجابة تبقى إيه؟ الإجابة إن الشخص ده بيعمل إيه؟ part time. يعني إيه part time؟ جزء من الوقت، مش الوقت كله، مش الفول تايم. ده بقول لك من الحد للايه؟ للاربع. خلاص كده. permanent يعني دائم، غلط. زي دي يبقى برضو غلط. يبقى لي temporary وبارت تايم. بارت تايم جزء من الوقت، temporary يعني مؤقت، هو بيعمل مؤقت، لا هو بيعمل جزء من الوقت، بيعمل بارت تايم. خلاص كده تمام. اللي بعديها the rich man الرجل الغني is ايه؟ he always thinks على طول بيفكر he is better هو أحسن and more important وأهم من ناس كتير than others من آخرين. يبقى ده شخص إيه؟ متكبر أكيد. متكبر يعني إيه يا مستر؟ يعني arrogant. يعني إيه متكبر؟ يعني arrogant أو arrogant يعني متكبر. modest عكسها متواضع. modest عكسها متواضع. طبعا مش دي الإجابة. خلاص كده تمام. طيب A or an is someone who gives the money ديك فلوس for a good purpose خلي بالك لغرض معين. يبقى الشخص ده بيعطي الفلوس لغرض معين، ممكن فلوس تشغلها له، ممكن فلوس كعطف، يعني ممكن تمشي بكذا حاجة. يعني الفلوس اللي بيديها لك لسبب ما benefactor. خلاص كده تمام. يبقى a benefactor is someone الشخص دوت اللي بيديك الفلوس بيديها لك لسبب ما. خلاص كده تمام. دول 25 سؤال حليتهم مع حضراتكم، يا رب تكونوا استفدتوا بيهم. انتظروني ان شاء الله في الاجزاء اللي جايه باذن الرحمن. سلام عليكم.